معلومة علمية قيمة جدا تصب بماء الذهب وتطرز بالألماس وتحاكي الواقع قبل الخيال. للأشخاص الذين يعانون من حالة الإمساك ما بعد تناول الطعام أو ما بعد كل وجبة، والتخلص من أعراض القولون العصبي، والتخلص من بقايا الطعام، وتسريع الهضم بسرعة وبكفاءة عالية وبشكل طبيعي جدا. استمع لهذه المعلومات بدقة متناهية لتعرف آلية الحل بعد معرفة الأسباب. أولا، يوجد لدينا المعدة تشريحيا، الجهاز الهضمي، المعدة، ما بعد المعدة مباشرة يسمى بالأمعاء الدقيقة. الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة الذي يتصل بالمعدة مباشرة يسمى بالعفج أو الاثنى عشر. البطانة الداخلية للاثنى عشر أو ما تسمى بالعفج، البطانة الداخلية الظهارية المعوية، تفرز هرمون معوي ببتيدي. هذا الهرمون المعوي الببتيدي يسمى بالموتيلين. هذا الهرمون يساعد بحالاته الطبيعية أو بوجوده بالحالة الطبيعية يساعد على تسريع الهضم، يعني نقل المواد أو نقل الطعام المأكول من مرحلة إلى مرحلة أخرى بسرعة فائقة، يعني من المعدة إلى الأمعاء الدقيقة، من الأمعاء الدقيقة إلى الغليظة، ومن ثم المستقيم، ومن ثم إلى الشاج، ومن ثم إلى الخارج، يعني تسريع الهضم بكفاءة عالية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، منع بقاء المواد غير المهضومة في الجهاز الهضمي. النقطة الثالثة، التخلص من بقايا الطعام غير المهضومة أو التي تبقى لمدة طويلة بانتظار الهضم، مثل على سبيل المثال الدهون، المأكولات الدهنية تحتاج مدة طويلة من الزمن من أجل تفكيكها وأيضا امتصاصها، فيسرع من التخلص من المواد غير المهضومة بكفاءة عالية. النقطة التي يجب أن تنتبهوا لها، كيف نستطيع أن نحفز هذا الهرمون من أجل أن يؤدي عمله بشكل طبيعي للتخلص من المواد غير المهضومة وأيضا تسريع الهضم بكفاءة عالية وانتقال الهضم من مرحلة إلى مرحلة أخرى تشريحيا بكفاءة وبسرعة فائقة. أول نقطة هي عدم تناول أي وجبة ما بعد الوجبات الرئيسية. لدينا الوجبات الرئيسية هي الفطور، الغداء، العشاء. يمنع ما بين الوجبات أن تتناول أي وجبة مهما كانت، أي طعام مهما كان. لماذا؟ لأن الصيام أي عدم تناول الطعام لمدة طويلة من الزمن ما بين كل وجبة يؤدي إلى تحفيز الجسم لإفراز هرمون الموتيلين، فيؤدي ذلك إلى تنظيف الجهاز الهضمي من بقايا الطعام غير المهضومة. لماذا؟ من أجل تجهيز الجهاز الهضمي للمرحلة القادمة أي للوجبة القادمة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، كيف نستطيع تحفيز هرمون الموتيلين بكفاءة عالية؟ ما بين كل وجبة نستطيع أن نتناول نوع من أنواع السكر يسمى بالزيليتول. هذا السكر لا يؤدي إلى زيادة السكر في الدم، يحمل مذاق طيب، إلا أنه لا يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم، وهو آمن لمرضى أو مرضى السكري. اسمه الزيليتول، موجود في الأسواق وفي السوبر ماركت. يستخرج، هو عبارة عن مادة بلورية تستخرج من أشجار البتولة. نأخذ منه القليل، قطعة صغيرة يتم مضغها في الأسنان أو في الفم، فتؤدي إلى أولا منع تسوس الأسنان، ثانيا تحفيز الموتيلين ويؤدي إلى تفريغ الجهاز الهضمي من بقايا الطعام غير المهضومة، وأيضا التخلص من البكتيريا. عند انخفاض مستوى هذا الهرمون يؤدي إلى الإمساك وأعراض القولون العصبي، خصوصا عند المرأة الحامل أو عند الأشخاص الذين لديهم إمساك مزمن أو نفخة أو انتفاخ ما بعد تناول الطعام. وأيضا بالنسبة لارتفاعه إلى مستويات طبيعية يؤدي إلى التخلص من الطعام غير المهضوم أو الطعام الذي ينتظر دوره في الهضم، ويساعد على تسريع الهضم، فيؤدي إلى التخلص من الإمساك والتخلص من حالة الحرقة وأيضا أعراض القولون العصبي. ننصح به وبشدة وبهذه الطريقة، وأيضا ننصح بممارسة التمارين الرياضية، رياضة المشي، وأيضا الابتعاد عن الدخان والأرجيلة، وتنفس الهواء النقي المشبع بكميات كبيرة من الأكسجين. أتمنى لكم الصحة والعافية وراحة البال، والسلام عليكم.